يا سلام! 2025 سنة كانت جامدة جدًا على مستوى الأفلام، غنية كده ومليانة titles كبيرة، على الأقل بالنسبة لي. ممكن تكون أنت شايف إن هي كانت سنة زي الزفت ويا عم إيه القرف ده وبتاع، حقك برضه ما أقدرش أعترض، لكن أنا اكتشفت إن هي سنة غنية لمّا جيت أكوّن القايمة، لإن أنا قبل ما أعمل القايمة كنت باقول زيك كده بالضبط والله إيه القرف ده، ما فيش حاجة نزلت السنة دي عدلة، وفي حاجة في السينما أصلًا الواحد يخشها، أنا مش فاكر إيه أحسن فيلم دخلته من قريب، ما كانتش مهمة سهلة خالص، واحترت كتير بصراحة عشان أقدر أكوّن قايمة أنا راضي عنها بشكل شخصي، خصوصًا الtop 5. أنا ما شُفتش كل الأفلام اللي نزلت السنة دي عشان أسباب كلنا عارفينها كويس، حاجات ما لناش access ليها أو بيوصل لنا الaccess بتاعها متأخر أوي. بغض النظر خلّينا نتكلم النهارده عن قايمتي لأفضل 10 أفلام أنا شُفتهم خلال السنة، ونشوف هل هي فعلًا سنة جامدة ومن السنوات اللي هنرجع نفتكرها زي 2019 مثلًا، والّا هتبقى موسم للنسيان زي موسم ليفربول السنة دي. قبل ما نخش في القايمة يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب عشان أنا قاطع بقى لي كتير، ودي مش مشكلتك دي مشكلتي أنا، وأنا عندي مشاكل كده commitment ليها علاقة باليوتيوب شوية، في ما بيني وما بينه شوية يعني traumas كده، فأتمنى لو أنت بتشوفني على يوتيوب لأول مرة أو لو أنت شُفتني قبل كده وحابب تشوفني تاني يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب. حبيبي والله يا عم يوتيوب it's good to be back والله العظيم وخلّينا نشوف الدنيا هتمشي إزاي. هنبدأ بالقايمة الشرفية، أفلام عجبتني السنة دي ولكنها ما قدرتش توصل للtop 10. weapons رعب بشكل مختلف مش متكامل ولكنه تجربة أنصح بيها. جاي كيلي دراما مؤثرة وكاست جامد، جورج كلوني وآدم ساندلر. نوفيلا فاج بيحكي قصة ملهمة لأي صانع سينما، وحقيقي فيلم ملهم. It was just an accident. فيلم إيراني قصة صناعته أغرب ما يمكن والحقيقة يستاهل كل المجهود ده. ونبدأ قائمتنا بالمركز العاشر وهو فيلم Wake Up Dead Man Knives Out، الفيلم المتمم لثلاثية Knives Out. الجزء الأول كان جميل واتبسطت بيه جدا الحقيقة، التاني كان عندي معاه مشاكل كبيرة جدا ولكن قلت أشوف التالت يعني كده كده فاضي مش هخسر حاجة، والحقيقة اتبسطت بوقتي بشكل مش طبيعي. فيلمنا بيحكي كالعادة عن جريمة قتل القسيس أو مونسنيور زي ما بيحب الناس تناديه جوه الكنيسة اللي هو مسؤول عنها وبيلقي فيها خطاباته، ولكن الجريمة دي بتحصل بعد وصول قسيس جديد للكنيسة، وخلينا نقول إن هو مش على وفاق مع المونسنيور، والجريمة بتتم بشكل معقد جدا جوه أوضة مقفولة. فيا ترى مين اللي عملها؟ اللغز مثير جدا للاهتمام، شدني الحقيقة من أول لحظة. مين اللي قتل الراجل اللي جوه الأوضة ولوحده؟ جوش أوكونر وجوش برولين شالوا الفيلم الحقيقة بأدائهم المتميز. حل اللغز كان حلو جدا ومثير للاهتمام بالنسبة لي، وما حسيتش الحقيقة بأي ملل طول أحداث الفيلم. كان في كسل شوية في تقديم بعض الشخصيات الجانبية اللي كانت موجودة معانا، دوافعهم ما كانتش مفهومة قوي بالنسبة لي أو ما صبرناش عليها كفاية عشان تبدأ تتكون بشكل كبير بالنسبة للشخص اللي بيتفرج. أنا ما تعاطفتش مع حد وما شكتش في حد فيهم، عارف اللي هم ما سابوش امباكت قوي كده يخليك اللي هو لا تتعلق بالشخصية دي. يمكن ده أكبر عيب موجود في الفيلم، ولكني قضيت وقت لذيذ وأنا بحب جدا الأفلام اللي من النوعية دي، فلو أنت زيي الفيلم ده هيكون مناسب جدا ليك. فرانكشتاين المسامحة ده كور الفيلم كله، ومين الوحش الحقيقي؟ الصانع أم المصنوع؟ فيلمنا بيحكي عن شخص اسمه فيكتور بيحاول يثبت نظرية طبية مفادها انه يقدر استغفر الله العظيم يحيي الموتى، فبيلاقي شخص مغفل يمول هذه التجربة وبيبدأ ينفذها عشان يكون لنا وحش مخيف. جيلمو ديل تورو قدم لنا إنسانية الوحش ووحشية الإنسان. بنى العالم بتاع الفيلم كان مبهر الحقيقة جدا على المستوى البصري، يعني متعوب عليه. ديل تورو ما حاولش يحور كتير عن القصة الأصلية بتاعت ماري شيلي، يعني حتى التايبوجرافي بتاع الفيلم على البوستر ده خط إيد ماري شيلي الأصلي. تقديم الفيلم من كذا منظور ده اللي حسسك فعلا باللي الفيلم عايز يطرحه. مين الوحش؟ عيوب الفيلم بالنسبة لي هي تسلسل النهاية، حسيته فاست بيست أو متسرع شويتين وناقص، ودي مش إهانة بالمناسبة. في بعض الشخصيات ما خدتش بنى كويس، يعني زي شخصية إليزابيث مثلا، أنا ما ارتبطتش معاها جدا ولا فهمت دوافعها ولا فهمت عايزة إيه ولا بتعمل كده ليه. أنا فاهم إن دي قصة خيالية بس ما حبيتهاش، فاهم؟ اوسكار ايزاك اداء ممتاز، واوفرول هو واحد من افضل افلام السنه بكل تاكيد. المركز الثامن سيذهب الى بوغونيا. انا ما بحبش مخرج الفيلم ده، الاخ اليوناني يورجس لانثيموس. استاذي مش كل فيلم لازم يبقى عميق ومليان رسائل مدفونه في حته محدش يعرفها غيرك. واخد ايما ستون احتكار بقاله كام سنه مش فاهم ممضيها على كمبيالات ولا ايه، بس الحمد لله اخيرا فيلم يتشاف وفعلا فيلم حلو. قصة الفيلم عن 2 قرايب بيقرروا يخطفوا واحدة صاحبة شركة ادعاء منهم انها إلين، فكل اللي هو محتاجه انها تظبط ميعاد مع ابوها ملك هذه الامبراطورية الفضائية في يوم خسوف القمر. قصة غريبة
دي ابسط قصه عند لانثيموس. الفيلم مقتبس من فيلم كوري، فعشان كده غالبا الفيلم طلع يتشاف. الاداءات التمثيليه هي اللي شالت الفيلم بكل تاكيد، اولا من جيسي بليمنز، ثانيا من ايما ستون. ضحكت كتير في الفيلم وعجبني جدا الحقيقه. اكتر حاجه عجبتني هي حته العبثيه اللي موجوده، خصوصا في النهايه. الفيلم بيتكلم عن الهوس بنظريات المؤامره باسلوب هزلي شويه، رسالته نوعا ما بيئيه، واتبسطت بوقتي جدا لان انا كنت داخل بتوقعات في الارض. فيلم حقيقي حلو، ولو انت خايف زيي لا روح شوفه. في المركز السابع F1. افضل تجربه سينمائيه السنه دي هي دي الملاهي. الفيلم ده بيداعب كل حواسك، بيخليك منغمس قوي في ديتيلز كل سباق اكنك انت اللي سايق. فيلمنا بيحكي عن متسابق قديم في عالم السباقات، وكان عليه امال كبير زمان انه يكون اسطوره هذا العالم، ولكنه اهدر الفرصه وانحدر بشكل كبير. ولكن في يوم من الايام بيجيله عرض من صديق قديم عشان يبقى سواق معاه في الفرقه الجديده اللي هو اشتراها، اللي بالمناسبه على حافه الانهيار عشان عمرهم ما كسبوا اي سباق. ادرينالين مليون. وده مش معناه انه فيلم فاضي معتمد على الادرينالين بس، بالعكس فيلم سوليد جدا، واخراجيا متعوب عليه، متصور اي ماكس وهانز زيمر عامل المزيكا، فشغل عالي يعني. المونتاج كان متعوب عليه بشكل كبير جدا، ويمكن اكتر حاجه ابهرتني هو المونتاج، انك تخلي المشاهد قاعد على اعصابه وتجمع المشاهد دي كلها مع بعضها ان هي تميك سنس، ومش بس كده تخليني قاعد متحمس. كل مشهد واخد حقه، والكلايماكس بيتبنى صح قوي. كل الساوند ديزاين مسموع ومحسسك ان انت جوه العربيه. اصوات المحركات وتسارع العربيات والعجل على الاسفلت. عمنا براد بيت تقبل عمره اخيرا، وده فرق بشكل كبير جدا. الدور العميق والشخصيه الكول اللي عندها تعقيدات ممتاز. الفيلم ده كمل ثلاثيه السباقات بالنسبه لي مع رش وفورد فيرسس فيراري. جهز فشارك واستمتع بتجربه ممكن تكون الافضل السنه دي على مستوى المتعه والحماس. في المركز السادس The Life of Chuck. واحد من افضل مخرجين الرعب مايك فلانيجان بيتعاون مع واحد من افضل كتاب الرعب ستيفن كينج، فيعملوا لنا ايه؟ الله ينور عليك، فيلم فانتسي دراما. قصه فيلمنا بسيطه جدا عن شخص اسمه تشاك، وبنشوف قصه هذا الشخص العادي من خلال 3 شباتر. انا كنت مستغرب الحقيقه، ولكني واثق جدا في مايك فلانيجان زي ما ستيفن كينج واثق فيه بالظبط. الراجل ده ما عجبوش شغل ستانلي كيوبريك لما اشتغل على قصته، وقال على مايك فلانيجان هو ده اللي فهمني. فكم الثقه اللي عند الراجل ده في مايك فلانيجان مش طبيعيه، والحقيقه هي ثقه في محلها. فيلم معبر قوي وملهم قوي ومليان رسائل. اسلوب سرد مش جديد، ولكنه معمول هنا بشكل مميز. 3 شباتر كلهم مختلفين، وكل شابتر ليه اجواءه. الفيلم بيناقش مفهوم الموت بشكل شاعري الى ابعد درجه، من خلال وجهة نظر الشخص اللي بيموت. توم هيدلستون قدم افضل اداء في تاريخه رغم ان ظهوره كان قليل. الفيلم بيفكرك بحاجات في حياتك وبيخليك تقعد تتساءل كده، وممكن يفكرك انت بحاجة ويفكرنا انا بحاجة تانية خالص. تجربة لازم تاخدها وتستمتع بيها لوحدك، وتقدر تستخلص منها فعلا الرسالة اللي تناسبك. ونبدأ التوب 5 مع سينرز. راين كوجلر من المخرجين اللي عندهم اتجاه واضح دايما، يعني بيميل لتقديم القصص اللي ليها علاقة بالكالتشر بتاعته او المكان اللي هو جاي منه، والحقيقة هو شاطر فيها جدا. وبعدين لو هو ما عملهاش مين هيعملها؟ يعني جوردن بيل؟ بهزر، جوردن بيل المخرج جامد. فيلمنا بيحكي عن 2 اخوات بيقوم بدورهم مايكل بي جوردن، محمد رمضان رياكت لاف. فكان زي ما تقول كده مشيهم شمال، ولكن ربنا هداهم وبيقرروا يرجعوا يفتحوا مشروع زي اي حد كان شغال في الخليج. فعايزين يرجعوا بلدهم ويأسسوا المشروع بتاعهم، ولكنهم ما كانوش عاملين حسابهم على اللي مستنيهم. انا حبيت الفيلم جدا. الفيلم كان ماشي في اتجاه وبعد كده راح واخد اول شمال، وانا اتبسطت جدا. مزيكا البلوز ادت جو كده للفيلم، خلتني قاعد حاسس ان انا بتفرج على فيلم غني. ما كانتش مجرد عناصر، هي كان بتلعب دور اساسي في الفيلم. اخراجيا راين كوجلر عامل شغل عالي قوي الحقيقه. تصوير اي ماكس بقى خلاص، فاهم، اي حد دلوقتي بقى بيصور اي ماكس، ولكن الحقيقه ودت التجربه على المستوى البصري في حته تانية خالص. مايكل بي جوردن مثل دورين رئيسيين في الفيلم، بينهم اختلافات، والحقيقه كان مقنع. مش هقول انه كان سوبر، بس ما اتضايقتش منه خالص، وبيثبت مع الوقت انه ممثل جامد وفعلا يعتمد عليه. الشاب اللي اسمه مايلز تقريبا عامل دور جامد جدا سواء في التمثيل او الغنى. تجربه عامه كانت جميله يعني، ومن الافلام اللي انا طلعت من السينما عمال اردد اغاني والحان من جوه الفيلم. المركز الرابع سيذهب الى فيلم ترين دريمز. مش سهل ان انت تقدم فيلم بتصوير عظيم، والتصوير العظيم يساعدك بشكل رئيسي في حكايه القصه. فيلمنا بيحكي عن قصه حياه شخص من اولها لاخرها بتعدي قدامك. شخص بسيط شغال في بنى السكك الحديد، وبنخوض معاه مغامراته اللي في بعض الاحيان شيقه وفي بعض الاحيان ممله، زي حياه اي بني ادم. ساعات بيبقى فيه اكشن في حياتك وساعات لا خالص. افضل سينماتوجرافي السنه دي بلا منازع، وممكن يحك في افضل ممثل دور رئيسي. جويل إدجرتون من اكتر الناس الاندر ريتد في المجال كله.
قدر يوصل المشاعر اللي جوه الشخص ده في كذا سين من غير ما يفتح بقه. تحية على اختياره في الدور ده، يعني اون بوينت. تصوير عظيم للعالم في امريكا اوائل القرن العشرين. عشت كده رحلة جميلة طول ساعتين مليانة ابهار بصري وسردي، من اجمل التجارب اللي انا عشتها السنة دي الحقيقة، عشان هو فعلا تجربة مش مجرد فيلم هتتفرج عليه وتنساه تاني يوم. ويحصد الميدالية البرونزية One Battle After Another، احدث افلام PTA بول توماس أندرسون. كان واخد هايب كبير بسبب الكاست الكبير، ليوناردو دي كابري بقى وشون بين وبول توماس أندرسون على الإخراج، وعمنا بينيسيو ديل تورو. طبعا خفت يكون أي كلام زي أفلام بول توماس أندرسون الأخيرة، ولكن بعد ما اتفرجت قلت حمد لله على السلامة عم بول. قصتنا بتدور عن بوب، عضو سابق في منظمة إجرامية، ولكن بعد 15 سنة بنلقي نظرة على بوب الأب وبنلاقيه في حالة مزرية، بارانويد بشكل مش طبيعي، 24 ساعة بيضرب ومش فايق. ولكن بنته بتتعرض للخطف من قبل الكورنال لوك جو، فبنخوض معاه رحلته الخطيرة في محاولة إنقاذ بنته. الكاست الكبير خدم الفيلم، كله بيرفكت، خصوصا السينسي بينيسيو ديل تورو عالمي. ليوناردو تحسه في الفيلم ده بدأ يحط إيده أخيرا على الحتة اللي بيضحك منها، والديرتي سينماتوجرافي كانت مقصودة وساعدت جدا في توصيل جو الفيلم. مشهد المطاردة الأخير مثالي يا جدعان، مش طبيعي. الأداء الأفضل في الفيلم يروح لشون بين طبعا. نظرات الخوف والتوتر على وش الراجل ده كفيلة لوحدها إن هي تشيل الدور كامل. واحد من أفضل التجارب اللي خضتها في السينما السنة دي، و100% يستاهل وقتك. والمركز الثاني No Other Choice. كوريا عندها أفكار في السينما ما شفتهاش ولا هشوفها في أي ماركت سينمائي تاني. الأفكار اللي بتلمس حتة جواك نادرا ما هتلاقي فيلم بيناقشها. مين هيفكر يحكي لك معاناة راجل كادح بعد ما بيترفد من شغله في مصنع ورق شغال فيه بقاله 25 سنة؟ مين مهتم أصلا يحكي لك عن معاناة الراجل والعبء اللي بيبقى عليه لما بيقعد من الشغل ويبقى عاطل وما بيبقاش قادر حتى يكفي احتياجات بيته الأساسية؟ الذل اللي بيتعرض له والإهانة اللي بيضطر يتحملها عشان يقدر يتوظف من جديد. الفيلم ده كمان راح في حتة اكستريم قوي. الراجل العاطل ممكن يعمل أي حاجة عشان يقدر يكفي بيته، حرفيا أي حاجة. الفيلم ده نجح في تقديم المعاناة بشكل مش تشيزي أو مبالغ فيه. الكونتراست الرهيب ما بين لما كان متوظف والحياة وردية وجميلة، والفيلم راح اكستريم قوي في ان هو يبين لك ان الدنيا جميلة والدنيا كلها ورود والسما لونها بامبي والحياة جميلة جدا، لحد لما قعد من الشغل وحياته اتحولت لفيلم رعب. وضح لك ازاي تعامل الناس اللي حواليه بيختلف ونظراتهم حتى ليه بتختلف. احراجك قدام اهل بيتك وعيالك ان انت مش قادر تكفي احتياجاتهم الاساسية زي الاكل والشرب والايجار وان اصلا محدش حاسس بيك. اللغة البصرية للفيلم كانت مبهرة جدا الحقيقة. في كم من مشهد بيبين لك التباين في حياة الراجل العاطل والراجل الموظف، والاختلاف في الحياة عامل ازاي. ودخلنا جوه رحلة احنا كرجالة فاهمين اغلب دوافعها. الشخص العادي اللي ما عندوش اي ميزات سواء في السكيلز او السمات الشخصية، ولكنه عنده اسرة مستقرة عايز يحافظ عليها باي تمن. وانا لمسني الفيلم بشكل مش طبيعي واتأثرت بيه بشكل كبير، وهو كان محتل المرتبة الأولى يعني لحد لما اتفرجت على Sentimental Value. يواكيم ترير رجع لنا بتحفة فنية جديدة من أفلامه، قصة عن الحاجات اللي الإنسان بيفقدها والذكريات اللي متعلقة بأوبجكتس معينة والتروماز والمشاكل النفسية اللي محدش بيتكلم عنها خالص وبتضطر تعيش بيها. ترير قدم لنا قصص جاية من الحتة دي قبل كده، ريبرايز وأوسلو وأوغست 31st، والأشهر طبعا The Worst Person in the World. كل الأفلام دي كانت بتحكي عن شباب بيحاولوا يكتشفوا موهبتهم أو مكانهم في الحياة عامة. الفيلم ده تحسه التطور بتاع الثلاثية اللي قبليه. خلاص بقى عدينا مرحلة الشباب وبدأنا بنتكلم في المشاكل اللي بتسببها الأسرة وإزاي ممكن تأثر على الشخص بشكل كبير، إزاي تستخدم الناس اللي بتحبهم كأدوات عشان تقدم بيهم فنك. كل مرة انت كمخرج بتبص على الفريم على حد من عيلتك بتفتح بينك وبينه جرح قديم، صراع الموهبة جوه كل شخص وازاي بيستخدمها كلغة يتغلب بيها على التروماز. قصة فيلمنا عن أسرة مكونة من 3 أشخاص، الأختين نورا وأجنس وأبوهم جوستاف. نورا ممثلة ناجحة في عالم المسرح، ولكن دوافعها مش النجاح أو الشهرة. هي بتحب التمثيل عشان بتقدر من خلاله تمثل مشاعر وأحاسيس شخصيات تانية بعيد عنها كل البعد، كأنها بتتجنب انها تواجه حقيقتها او مشاعرها الحقيقية. بتستخدم التمثيل كدرع حماية من الصراعات والتروماز اللي عندها. اجنس اختها الصغيرة بتداري نفس معاناة الطفولة ولكن بطريقتها الخاصة. اختارت الاستقرار وتكوين اسرة جميلة عشان تشغلها باكبر قدر ممكن عن الافكار اللي جواها. مسار تعليمي ووظيفي ثابت بيخليك تركز غصب عنك مع اسرتك وشغلك، وما تسمحش لجروح الماضي ان هي تأثر فيك.
الجروح اللي عند الاتنين سببها جوستاف، صانع افلام كبير ومشكلة اكبر بالنسبة لبناته. بعد ما طلق امهم سيسل قرر يسيبهم ويعيش في السويد ويهجر العيلة كلها، ولكن بعد وفاة الام بيقرر يرجع مرة تانية لبيت العيلة. معاه سكريبت الفيلم جديد عايز يصوره جوه بيت العيلة، وبنته نورة تكون الممثلة الرئيسية. الفيلم ده احسن فيلم شفته السنة دي عشان بيناقش حاجات محدش بيتكلم فيها. كل شخصية في الفيلم مهمة، وكل شخصية ليها تعقيداتها الخاصة. الاداءات التمثيلية طبعا هي اللي خدمت على الفيلم ان هو يقدر يوصل الرسالة اللي هو عايز يوصلها باحسن صورة، من غير عارف ما يديك المشاكل بالمعلقة او يوفر اكسبوز الحاجات اللي هو عايز يقولها. انت بتتفرج والفيلم هيلمس حتة مختلفة جواك. واحدة من امتع التجارب اللي انا عشتها في اخر 10 سنين مثلا. الفيلم ده اكتر فيلم حسسني السنة دي ان الافلام ليها فعلا قيمة. وبس هي دي كانت قائمتي السريعة لافضل افلام شفتها في 2025. يا ريت ما تنساش اللايك والفولو لو وصلت لحد هنا، فانت كده كده يعني هتعمل لايك وفولو اكيد، او اتمنى تسيب لي قائمتك لافضل افلام في الكومنتس. عايز اعرف منكم لو في افكار معينة حابين تشوفوها عندي هنا في التشانل. وبس اتمنى تكون قضيت وقت لذيذ، استمتعت جدا الحقيقة بوقتي النهاردة، واشوفك في حلقة جاية. والسلام عليكم.